لو انت مرتبط او مخطوب او متجوز، سألت نفسك قبل كده السؤال ده وقلت هو ايه اللي جذبني في الشريك اللي معايا؟ لو انت او انتي لقيتي نفسك انجذبتي للشريك دوت علشان خاطر الجمال، او انت انجذبت لها عشان جسمها حلو او شكلها حلو او فيها صفات البنت اللي كنت بتتمنى تقابلها في الجمال، حلو، اتجوزتوا وكل حاجة تمام. بس بعد شهر او شهرين يجوني ويقولوا لي احنا عايزين نتطلق، وانتوا لحقتوا. هو بالنسبة لهم ان هو ده خلاص ما بقاش الشريك اللي هم عايزينه. ليه؟ لانه الصفة اللي هي كانت موجودة خلاص، هي مش هي دي اللي قادرة تكفي او تكمل بقية الحاجات اللي هتريحهم في الحياة اللي هم فيها. فاوريدي خلاص، انت اتجوزتها وانبسطت وخلاص، وبعد شهر شهرين مليت. ليه؟ لانه المعايير التانية ما بقتش موجودة. طيب، لو انتي اتجوزتيه علشان خاطر هو غني، حلو ان الفلوس كويسة وجميلة واحنا بنقدر نشتري بيها الحاجات اللي احنا عايزينها، بس طبعا الفلوس مش كل حاجة. يعني بمعنى ايه؟ طيب لو انت اتجوزتها علشان هي كانت بتشتغل وبتجيب فلوس حلوة، او انت اتجوزتيه عشان عنده شركة بلا بلا بلا. طيب بعد فترة من الوقت لو لا قدر الله الشركة بتاعته دي حصل لها افلاس، هل هتبقي حابة تكملي معاه، ولا هتشوفي ان هو خلاص ما بقاش الراجل اللي يعجبك او ما بقاش كفاية بالنسبة لك؟ وانت لو هي ما بقتش تشتغل او قالت لك خلاص انا تعبت من الشغل وعايزة اقعد ارتاح، خلاص مش هتبقى اللي بتجيب الفلوس اللي بتدخل المام يعني، ولا ايه؟ فخلاص انت هتسيبها، الست دي خلاص ما بقتش على مزاجك وهتبقى بتتلكك لها على اي حاجة. طيب، احنا لو بصينا كده هنقول انه سواء كان غني سواء كان جميل، كل دي صفات حلوة. بس صدقوني، احنا لما بنيجي بنختار الحياة اللي هنكمل فيها بقية العمر، ايا كان عمرنا هيكون قد ايه، دايما هنكون بنختار الصفات اللي هتخلينا نكمل الحياة. عشان كده دايما بقولك لما تيجي تختار، اختار جميل الروح، الشخص اللي بيكون علاقته حلوة قوي مع ربنا، اللي بيكون متواصل بروحه مع ربنا، اللي بيكون بيحب نفسه. بيحب نفسه هنا يعني مش معناها انه الشخص ده اناني، بالعكس، هو لو بيحب نفسه مش هيكون عنده تنافسية وحشة معاك، مش هيكون بيبصلك في رزقك، مش هيكون بيتمنى لك الشر، مش هيكون بيتمنى يكون احسن منك، بل بالعكس انت هتنجح في منطقتك وهو هينجح في منطقته. هيكون بيتمنى لك الخير، هيكون مش بيغير منك، هيكون بيحب لك الخير، هيكون بيقف جنبك في الوحشة قبل الحلوة. سواء بقى حصل لك إفلاس، سواء وحشيتي، سواء حصل لك حادثة، أيا كان هتلاقيه هو الشخص اللي دايما بيكون بيحبك وبيقف جنبك. ليه؟ لأن اتوجدت المعايير التانية اللي تقدر تخلينا نكمل مع بعض في الحياة، بالإضافة طبعا إلى أن يكون في تفاهم وفي قبول ما بيننا. وربنا يوفقكم وتختاروا صح بقى عشان ما تقوليش كل شوية. بالتوفيق.